الشباب الذين يتحدثون عن الديمقراطية باللسان، لأن المطلوب أن يتحدثوا عن الديمقراطية باللسان فقط، ولا يعلموا كيف تمارس هذه الديمقراطية حتى يستخدموا وفقا لأنهم قد ضللوا. فكيف أنا أريد وأنت تريد؟ هذا حق. أنا أريد وأنت تريد، وهذا حق. والله يفعل ما يريد. هذه إرادة الله. ما نحن فيه اليوم لم يفكر أحد في أنها إرادة الله، ولكن نفكر في منع إرادة الله. من الذي أعطى الفكر للناخبين لكي يصوتوا في الانتخابات؟ هو الله، ربنا، هو الذي أمر عباده من خلال الفكر الذي وهبهم إياه، وترك لهم حرية التفكير فأدلوا بأصواتهم لمن تصدر قائمة المرشحين. ولكن شياطين الأرض، عبدة السلطة، يريدون استخدام هؤلاء الشباب المظلوم لكي يكونوا سخرة لهم، يديروهم بعد أن سلبوا عقولهم. وأكرر لهم أيها الشباب: إن كنتم تؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فعليكم أن تؤمنوا بكلمات واضحة: أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد. الأهم أن ما تم هو قضاء الله وقدره، وهنا لله كلمة لا راد